سنة 1974 انعرض مسلسل اسمه هايدي على التلفزيون بكل العالم، وصار ترند عالمي بذاك الوقت، ولحد هسه يعتبر من روائع الانمي. القصة تحكي عن طفلة اسمها هايدي يدزوها تعيش ويا جدها بجبال الألب السويسرية، وهناك تبدي مغامراتها ويا بيتر الراعي وكلبها جوزيف وصديقتها كلارا. وإذا أنت من جيل التسعينات بس ما تعرف هايدي، فعلى الأغلب أنت عايش أما ببريطانيا أو أمريكا، لأن هذين المكانين الوحيدات اللي بالعالم اللي مشتهر بهن هذا الأنمي. بس بأوروبا، الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا وآسيا اشتهر بهن هذا الأنمي بصورة مو طبيعية. بس الشيء اللي لا أني ولا أهلي ولا أغلب الناس كانوا يعرفوه هو أنه هذا أنمي، وكان من أوائل الأعمال اللي وصلت للعالمية. واحدة من الناس اللي اشتغلوا عليه هو ميازاكي، عبقري استديوهات قبلي، اللي بهذاك الوقت ما حد كان يعرفه. كانوا جدا مصرين انه ينقلون القصة بأمانة، لدرجة ان ميازاكي راح بنفسه لسويسرا ودور بأوروبا حتى يتأكد انه كل شيء مصور صحيح وبمصداقية 100%. بس ليش انمي ياباني من السبعينات متحمس يحكي عن قصة أطفال سويسرية قديمة من القرن التاسع عشر؟ ليش هو من الأساس انمي؟ كونها متأثرة بأوروبا بشكل واضح، اللي نادرا ما يسوون أعمال تحكي عن اليابان، وإذا صارت فهي قصة عن رجال أبيض يزور اليابان. بس بالانمي اوروبا تصير مسرح طبيعي للاحداث، لدرجه يمكن حتى ما راح تلاحظون لان هذا الشيء طبيعي ومتكرر كلش هواي. فشنو السالفه؟ منين اجى هذا الهوس الياباني باوروبا؟ راح اشرح لكم بالتفصيل، بس السالفه شويه طويله، جهزوا نفسكم. اليابان مرت بفتره انغلاق كامل عن العالم اسمها ساكوكو، ترجمتها البلد المنغلقه، واستمرت اكثر من 200 سنه، من سنه 1600 لسنه 1850. بهاي الفترة اليابان ما كانت تسمح لأي أوروبي أو أجنبي يدخلها. بس كل شيء تغير لما أمريكا اجت بسفنها الحربية بسنة 1853، وفرضت على اليابان تفتح حدودها، وخلتهم يوقعون على اتفاقية اسمها اتفاقية السلام والصداقة. بعدها بفترة اليابان انفتحت على العالم، وصارت تركض حتى تلحق بالتطور، لأنهم اكتشفوا أنهم كانوا متأخرين كلش عن الغرب، وجتهم موجة كبيرة من التكنولوجيا والعلوم والآداب الأوروبية. حتى اللبس الأوروبي صار موضة وترند بذاك الوقت باليابان، والثقافة الغربية صارت محط اهتمام لكل الجيل الناشئ بذاك الوقت. وبهذا الجو الإعلام الياباني بدأ يتطور، خاصة الأفلام وبعدها المانجا. الغلط اللي يسووه هواي ناس انهم يعتقدون انه الحرب العالمية الثانية هي السبب بهوس الانمي باوروبا، بس ماكو دليل على هذا الحكي. صحيح اليابان كانت حليفة لألمانيا، بس التحالف كان عسكري بس. فخلال الحرب وبعدها الانمي بدأ يتحول من افلام دعائية لأعمال ترفيهية، وتأثرت بصورة كبيرة بالافلام الفرنسية والروسية. بنفس الوقت كان بيها نكهة يابانية خاصة. بالستينات صار الانمي منتج تجاري ناجح، ومن اشهر الاعمال استرو بوي اللي انعرض بامريكا، وبعدها سفينة الفضاء بالسبعينات. بس الاهم من الانمي كان اكو نوع مخصص للبنات اسمه شوجو، يحكي عن البنات ومشاعرهم من حب وغيرة وصداقة. وهنا دخلت أوروبا من أوسع أبوابها، لأن البنات اليابانيات كانوا يحبون الأزياء والأجواء الأوروبية، فصارت الأعمال تجرب أماكن أوروبية خيالية حتى تخلق أجواء ما ممكن تصير باليابان. مثال قوي على هذا هو أنمي زهرة فرساي، مانجا صارت أنمي تدور أحداثها بقصر فرنسي قبل الثورة الفرنسية. بالبداية القصة تمشي وهي ماريا أنطوانيت آخر ملكة لفرنسا، بس بعدين تركز القصة على شخصية اسمها أوسكار. بنية تربت كولد لأن أبوها كان يريد ولد، وصارت قائد حرس الملك رغم أنه هي بنية، بس شكلها وتصرفاتها رجولية. وهذا خلق قصص حب مثلية وتحدي للأدوار الجنسية. وأول علاقة حب كانت ويا بنت اسمها روزالي، تحب أوسكار لأن أنقذتها أكثر من مرة، بس أوسكار كل مرة ترفضها وتقول لها أنه هي تحب تدخل بعلاقة حب ويا رجال مو مريح. بعدها يدخلون اثنين شباب يحبون أوسكار بنفس الوقت، واحد يشوفها كرجال والثاني يشوفها كامرأة. هالموضوع عن الجنس والهوية خلت البنات اليابانيات يتعلقن بهالأعمال، لأن هن قدرن يتخيلن نفسهن بهيج ظروف بهيج قصة. فوق هذا كل القصة كانت سياسية، لأن أوسكار تنقلب ضد الطبقة الغنية وتنضم للثوار وتقاتل ضد الملكية وتموت بالحرب. وهالرسائل الجريئة خلت زهرة فرساي تضرب بقوة، لدرجة أنه لما ماتت أوسكار المدارس بقت تعطل، لأن البنات كلهن كانوا متأثرين ويبكون على موتها. حتى واحدة من الفانز دزت للرسامة شفرة حلاقة كنوع من أنواع التهديد. فمن البداية أوروبا كانت بالنسبة للأنمي عالم خيالي ممكن يخلي الشخصيات تتصرف بطريقة صعب عليها تسويها باليابان.
من وراء هالشي اجت فترة ميازاكي. بالسبعينات انولد نوع جديد من الانمي، قصص مأخوذة من الأدب الأوروبي، مثل هايدي اللي حكينا عنها، واللي كانت ضمن سلسلة اسمها مسرح التحف العالمية. ياخذون قصص كلاسيكية كل سنة ويحولوها لمسلسل انمي. كل هاي المسلسلات تصور أوروبا كأنه هي جنة خيالية مليانة مغامرات. الأطفال بيها يكتشفون العالم ونفسهم. مثل ما قالوا النقاد، أوروبا بالأنمي تنعرض كأنه هي مكان سحري ثابت ما يتغير، كأنه محصور بزمن القرى الصغيرة والطبيعة الحلوة بعيد عن التلوث والتصنع. ميازاكي نفسه كتب عن شغله على هايدي وقال: ردنا نسوي عمل للأطفال، مو عمل تافه، ردنا نكسر بيه نمط الأنمي العشوائي. وفعلا ميازاكي تعب وتدمر ماديا لأنهم ركزوا على الجودة واشتغلوا عليها أكثر من اللازم. ميازاكي وصف الفترة اللي اشتغلوا بيها على هايدي بحالة طوارئ مستمرة، وهاي التجربة علمته يبتعد عن التلفزيون ويروح للأفلام. وبعدها بسنة 1985 أسس ميازاكي استوديو غيبلي، وسافر هواية لأوروبا من ويلز لستوكهولمز لألمانيا، وجمع مناظرهم وخلاها بأسلوب خاص هسه كلنا نعرفه. جسده بأفلام مثل خدمة توصيل كيكي وقلعة هاول المتنقلة، اللي كلها تجمع بين عدة مدن أوروبية بلمسات خيالية، فصعب علينا نحدد المكان والزمان. هذا الأسلوب سموه باريس الأحلام، صورة مثالية لأوروبا بعيون شرقية. حتى صارت ظاهرة اسمها متلازمة باريس، اللي تصيب السياح اليابانيين لما يروحون لفرنسا ويكتشفون انه هي مو مثل ما يتصوروها بالافلام، فينصدمون نفسيا. وهاي الافلام مو بس خيالية، لا اغلبها يحذر من التكنولوجيا، مثل قلعة هاول وقلعة من السماء. يبدون باجواء لطيفة بس بعدها يدخل السلاح والتكنولوجيا ويخرب كل شيء. وهذا يعكس تاريخ اليابان العسكري، لما انفتحوا على العالم وبدأوا يغزون دول الجوار متأثرين بالغرب. بدل ما يحطون الأحداث باليابان، اختاروا أوروبا كمكان محايد ينتقدون من خلاله الطمع والسلطة. كل هاي الأعمال توصل لنفس الخط: أوروبا مكان نقدر ننتقد من خلال النظام ونقدم قصص مختلفة. وبهالوقت صرنا نعيش عصر العولمة والإنترنت والسفر السهل، فبالتالي أوروبا بطلت تكون شي غامض، بس بعدنا نشوف هواية أنميات متأثرة بيها. مثلا أنمي فنلاند ساغا دور أحداثه بأماكن حقيقية مثل إنجلترا والدنمارك، تحكي عن الغزو الدنماركي الحقيقي، وبها شخصيات حقيقية مثل الملك كنوت. أنمي مثل هجوم العمالقة واضح جدا متأثر بأوروبا، أسماء ألمانية، رموز نازية، وتايتنز من أساطير الشمال. واكو أعمال تستخدم أوروبا لمجرد أنه هي مكان غريب وممتع مثل ون بيس، والشخصية اللي ترقص فلامينغو وجود معالم إيطالية مثل الكولوسيوم، وأصلا هي رقصة الفلامينغو من التراث الإسباني. والسبب الجديد اللي ظهر هو الألعاب. وهيش نقدر نقول أن أوروبا بالنسبة للأنمي صارت المكان المثالي للمغامرة.